السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هل ما يحدث الآن مبالغة من سامي في الدفاع ولا منطقية في التعامل مع المباريات السابقة ومباراة اليوم في رأيك محمد؟ اولا الثلاث ماتشات يا كابتن محمد بتوع المجموعات انا عايز منهم ايه؟ تأهل. هل هو تأهل ولا ما تأهلش؟ ب4 نقاط. حلو. هو لعب يا كابتن محمد في الثلاث ماتشات 60 دقيقة 45 دقيقة ضد اوغندا الشوط الأول واخر ربع ساعة مع نيجيريا. ماشي. ال 60 دقيقة دول لعب كويس ليه؟ هو لازم يقول للولاد النهارده هو لعب ال 60 دقيقة ليه كويس. أنا هقول لك أول واحدة الهدف المبكر قدام اوغندا. صحيح. حرر الفريق. سلام عليك. الربع ساعة يا كابتن محمد بتوع نيجيريا هو خسران 3. خربانة العب. فلعب فجاب جولين وكان ممكن يتعادل. فالنهارده اول حاجه لازم الكابتن سامي يشتغل عليها يحرر اللعيبه. اللعيبه احنا لعيبه الكوره وعارفين يا كابتن محمد اللعيبه بتسمع، اللعيبه بتشوف كل حاجه فمضغوطه. خليل مضغوط ما بيضحكش، الراجل ما بيضحكش، الله يكون في عونهم. فلازم اول حاجه ان انت تحرر الولاد من الضغوط. الماتش الخروج المغلوب، البطوله بتبدا من دلوقتي، انسى بقى وحاول تركز. لا فوزك اليوم يغفر لك كل ما حدث قبل ذلك. ايوه مرحله اخرى. أيوة. تعرف احسن خيار انسان اختاره في حياتي يعني لما ادخل التدريب. لا هو بيحب التدريب. سامي يحب التدريب. لما بعد شويه عن التدريب لا ما كانش طبيعي، لان هو حياته في النجيله، حياته في المستطيل الاخضر. فلما تجيله الفرصه يا كابتن محمد لازم يستغلها. حاجه ثانيه خاصه بمالي في يا كابتن محمد، انت رياضي كبير وعارف لما يكون فريق عقده الفريق التحضير الذهني والنفسي مهم. يعني انا ما احبش سامي وهو اكيد عمل كده، انا ما احبش ان انت تركز على نقاط قوه مالي لان ده عقده لتونس. فالتحضير لفك العقده مختلف عن اي تحضير لفرقه ثانيه. كيف تبدا بنقاط قوتك انت؟ وتبرز نقاط ضعف منتخب مالي عنده ضعف في خط دفاعه. المساحه بين قلبي الدفاع اللي موجودين مساحه واسعه. فحازم النهارده العب ما بين الاثنين. الكرات العرضيه بتاع علي العبدي وفاليري العب على الاثنين طوال ماشي، بس المساحه اللي ما بينهم واسعه. فحازم تمركز هنا كويس عشان لما تروح الشمال واليمين لازم تبقى موجود تمركزك صح. حاجه ثانيه وسط الملعب بتاع مالي هو نقطه قوته. فالنهارده هو غير في نص الملعب بتاع تونس. حاج محمود نزله، الياس خيري، ساسي. اللعيبه الونجين اللي بيلعبوا مع الورق بتوع تونس هم مش ونجين، هم لعيبه وسط ملعب. فالخمسه بتوع نص الملعب بتوع عمق الملعب النهارده المسؤوليه بتاعتكم. لازم تشيلوا نقاط قوه منتخب مالي اللي موجود. صحيح. في نص الملعب المساحه اللي ما بين خط دفاع مالي وخط وسطه مساحه كبيره واسعه. فاسماعيل يا غربي يخش انت ومجبري الاثنين مع حازم تعملوا شغل كويس. سيب الاستحواذ، اختيار منطقه الضغط نص الملعب. واول ما تستخلص الكره في نص الملعب من الضغط التمريره الاولى بتاعتك مهمه سريعه. ايوه واطلع على الجناب، ما تطلعش في العمق. لما التمريره الاولى اول ما تستخلص في نص ملعبك اطلع على الجناب، لان الجناب فاضيه، لان الوينجين بتوع مالي المساحه ما بين الفول باكس والوينج كبيره. فاشتغل على نقاط ضعف مالي، سيبك من نقاط قوته. وانت على فكره عندك نقاط ضعف، ما تقول لنا رياضي كبير في وجودكم. ايه الهدف من بتاع تونس؟ هل هي تاخد البطوله؟ في منافسين اقوى منها. صحيح. هل هي تروح الهدف بتاعها الاساسي لو وصل سيمي فاينل يبقى حلو قوي، لو وصل حسب الطريق اللي انا شايفه. قصدك بالامكانيات الحاليه بالظروف الحاليه بالفريق الحالي. فالتحديات كبيره والضغوط كبيره. المدرب عاوز بيئه حواليه تساعده، تخليه يفكر باريحيه. مش موجوده يا محمد، مش موجوده في كل المؤتمرات الصحفيه، اسئله ونقد وما فيش. تشعر انه محاط بالسلبيه وبالكثير من الانتقادات. فالله يكون في عونه. انا عايزه يكسب الصراحه، عايزه يكسب لان في ضغط كبير قوي قوي قوي. لانه اسم كبير وانت دائما تحب لاعب الكره الكبير ان يذهب بعيدا في التدريب. ولاد اللعبه انا احبهم ينجحوا لانه هيفتح الباب لاولاد اللعبه. الدخلاء على اللعبه او من اللي ما رمسوش اللعبه يبقى لهم نسبه، بس انا احب يبقى المتصدرين ولاد اللعبه، اهل الكوره. ايوه لانهم اهل مكه اضرب شعبها. ماشي، يبقى في دراسات وفي معايشات ويبقى في رخص او كل حاجه، انما محتاج يبقى في فرصه ومحتاج دعم. مش كله ضغط 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 ضرب نهار ابيض. ما هيشتغل ازاي؟ هيفكر ازاي؟
فالناس تهدى شويه وان شاء الله يبقى بيقدم مباراه كبيره، وفي نفس الوقت الناس تبقى صعب يعني الهدوء. لاحظ محمد اليوم طبعا اكثر واحد مبسوط وانت تتكلم حاتم، لان اللاست نيم بتاعك ما في طرابلسي ولا انت تونسي ولا لعبت مع سامي، فهمت؟ فدائما الراي من عندك اكيد يكون محايد، ما بقول لك في حسابات ولا صاحبه ولا ولد عمه ولا فهمت؟ لا، واحنا لسنا ضد النقد لما يكون النقد فني. فاكيد انا سامي طرابلسي اكيد انا لعبت معه، اكيد انه هو اخوي الكبير يعني، فاكيد واصدقاء معنا حتى في الحياه. انت دائما عندك مشكله مع النقد عندما يخرج عن كره قدم وعن اطار فني. حتى هنا في الاستوديو انتقدنا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه نوعا ما بعض الخيارات وفنيا، فهذا لا اشكال في هذا. المشكل اليوم الذي يعاني منه سامي النقد اللي خارج نوعا ما الاطار الفني، اطاره يعني. اليوم المنتخب التونسي لما ناتي نحل المنتخب التونسي في السنوات متى المنتخب التونسي وصل للنهائي؟ 2004 صحيح. اليوم انه الهدف بتاعنا نصل الى دور النصف النهائي، من بعد تفكير للذهاب له. انا اعتقد انه سامي قام بخطا استراتيجي، وهو قبول تدريب المنتخب الثاني في قطر، لانه قبل البطوله كان يرسل مدرب ثاني لكاس العرب. انا مع هذا، مثل ما عملت كثير منتخبات. هي البطوله العربيه انت تلعب بالمنتخب الثاني بس 2-3-4 لاعبين اللي كانوا موجودين في البطوله التونسيه التي تشاركوا في المنتخب الاول. أنت قدمت لهنا، والأهداف نوعا ما للجمهور التونسي أنه حتى لو كان يقول لك أنا منافس، لكن كانت البطولة في منافسين وأفضل منا يعني، حتى مستوى أنت وصلت لنهائي النسخة الماضية 2021. فلما جاء إلى هنا فطلبت مطالبات لابد من الفوز ولابد وكانت أهداف الدوري الجامعة التونسية. فنعتقد سلط ضغط إضافي قبل بداية كأس أفريقيا. بس هذا قراره، هذا قرار، وانا اعتقد ان قلت لك في خطا استراتيجي قام به هو. هل مع الاتحاد معنا الجامعه التونسيه معنا، لانه هي اكيد ان الجامعه التونسيه طلبت منه تدريب المنتخب معنا او ذهاب المنتخب ده. انا اعتقد انه خطا كلف له كثير، لانه هذا افقد الثقه اللي كانت نوعا ما بين ظفرين البعض الموجوده اتجاه المنتخب الموجود حاليا، يعني قليل منهم من شارك. ثم لما شارك هنا المباراه الاولى كانت جيده، مباراه نيجيريا كنا سيئين، في اخطاء صارت، اخطاء فنيه قام بها، ونيجيريا افضل منك، لكن في اخطاء صارت، اخطاء فنيه واخطاء على مستوى التغييرات. وكنا قادرين نحن من البدايه لعبنا ب3-5-2 مع بدايه المباراه والربع ساعه ل 20 دقيقه الاولى كان قادر ان يغير، ومع كل هالاخطاء كان ممكن تطلع 3-3 صحيح. لكن هو لا ينتظر، كان قادرا مباشره لما شاهد انه فريق نيجيريا متفوق علينا على المستوى التكتيكي. لوكمان كان ذكي، يذهب مباشره الى أين يتواجد بن رمضان وفاليري، لأنه وجد المساحة هذه لا تتم فيها التغطية. فمن المفروض احنا نتكلموا على القراءة مباشرة، يعيد بن رمضان إلى الطرف الأيسر كوينج أيسر ويزع فاليري ونرجع لل4-3-3. هذه قراءة معناها من المفروض أن يقوم بهذا، لم يقم به، فكلفنا كثيرا. في 30 نصف ساعة الدقيقة الأولى كنا خارجين الموضوع، ثم الشوط الثاني كنا كذلك إلى غاية بعض التغييرات. فأنا أتوقع اليوم مباراة معنا عودة مباراة تنزانيا كان في خطأ من حارس المرمى في عاد. أنت اليوم لسنا إسبانيا معنا، أنت تريد تلعب الكرة بالخروج من الخلف، لا لدينا بيدري ولا عندنا بوسكيتس ولا لدينا، يعني أنت عندك الكرة وحنا بعل، حتى لو حنا بعل جاته الكرة في رجله كان في ضغط. هي تمرير الضغط، هي وريدي تمريرة من أجل الفريق الخصم أن يقوم بالضغط عليك.